شباب. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الشعر ده بروتين. هنعمله بروتين اللي هو الفيلر. فيلر ترمومنت معالج، على برضو كولاجين، على مادة الحماية طبعا اللي احنا بنستخدمها في كل شعر، او اي مادة بنستخدمها على الشعر، سواء الكولاجين او سواء سوري، سواء الفيلر او البروتين او البوتكس برضو. بنضيفها على اي مادة بنشتغل بيها. وطبعا كل شعرية كده بتبقى مثلا يعني ينفع لها مادة معينة، فالشعرية اللي بتختار النوع اللي احنا بنستخدمه. شايفين طراوة الشعرية ما شاء الله، الله اكبر، والنعومة بتاعتها ومدى الطراوة بتاعتها. دي شعرية تانية برضه اهي. الشعرية التانية كانت اللي هي الكيرلي العادية، انما دي شعرية يعتبر شعر الافريقي التقيل جدا ما شاء الله، الله اكبر، وفي نفس الوقت طويل جدا برضو. شايفين ما شاء الله النعومة بتاعته والطراوة، ومفيش فيها هشام. طبعا احنا بنصور بالكاميرا التليفون العادية، مفيش اضاءة عالية ولا رينج لايت، ولا كمان بنحط مادة دهنية تخلي الشعراية تلمع ولا حاجة. دي الشعراية على طبيعتها، مفيش اي حاجة يعني، دي على الطبيعة من غير اي شو ولا كده. الشعراية بنحب نجيب الشغل كده على الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله. شايفين النعومة والطراوة بجد بجد ما شاء الله، الله اكبر، تتهنى بيه. المادة بتاعتنا كمان بتتميز ب السحب بتاعها، ما بتسحبش بسرعة، بتسيب الشعراية متغذية وناعمة. الشعر ما بيطلعش، الجذور ما بتطلعش اللي هي خشنة، او اللي هي يعني فيها كسرة جامدة. الشعرية اصلا تلاقيها طالعة من المنبت، الجذور تلاقيها طالعة صحية واحلى مما كانت الشعرية قبل كده، فبتطلع احلى، ما بتطلعش اوحش. الحمد لله بفضل ربنا وبتوفيق ربنا لينا. المادة دي بجد حلوة للشعر.